السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ عواشركم مبروكه يا ربي تدخل عليكم بالصحه والسلامه والعافيه وبكل ما كتمناو يا ربي امين. كيف كتشوفوا انا اختي مع السليعه ديال رمضان. باش نقول لكم تقامت عليا فابور حتى حاجه ما كاينه فابور، ولكن تنحسوا بها بحال شي حد عطاها لك. يعني كتحسي بهاد السلعه كلها ما زيراتكش نهائيا، لانه كل شهر كنحطوا واحد لاصوم في الصناديقه ديال رمضان، وكذلك كنوفروا من التقديه ديالنا الكرتونه ديال رمضان. يعني هادشي كلشي اللي كيبان لكم في الطبيله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، كلها خير في دارو كيف كنقولوا. الله يرزق كل واحد ويرزق كل واحد ما عندوش، ولكن الانسان يخدم عقله اذا كانت عنده ميزانيه قليله. كيف كنعرفوا رمضان ضروري ولا بد كيكون عندنا المصروف زايد، بغينا ولا كرهنا كيكون عندنا المصروف زايد. كيكونوا عراضات، كتمشي عند الناس كتبغي دير شي حويجه، كتبغي ديري انت طبيله ديالك بداكشي اللي كيعجبك بداكشي اللي متوفر عندك، فضروري كيخصك ولا بد تقداي شي حويجات اللي ضروريين واساسيين. انا هنا البنات راني ما وريتكمش كلشي، سمحوا لي كان شي حد كيصوني عليا. المهم انا رجعت معكم. كيف قلت لكم انا هنا ما حطيتش كلشي ولا حطيت، ولكن حطيت بزاف ديال الاساسيات. كيف قلت لكم حطيت لكم غير الاساسيات اللي راه الاغلبيه ديال هاد الحويجات اللي هنا راه اكيد شاركتهم معكم في التقديه ديال كل شهر. دابا غير بغيت نوريكم كرتون رمضان انني ساليتها الحمد لله، خديت فيها كل شيء وبلا ما نقيس المصروف ديال الشهر تاع الهري. يعني داكشي اللي عندي دابا ديال الهري غادي نكون ناخذ به غير هكذا الحليب، البيض، نزيدو هكذا في الظرف ديال الفواكه والخضر وديال اللحوم هكذا باش ندوزو ان شاء الله الشهير ديالنا مرخوف. عاد راكم عارفين راه كاينين شي حويجات اللي ديجا شاركتهم معكم بحال الفرماج، راه كنت واخده. سمحوا لي كل مره كتبكي بنتي، وهذا راه الشيء هو اللي كيخليني ما نصورش معكم. المهم قلت لكم بالنسبه للفرماج راكم شفتوا انا ديجا حكيته وحطيته في الكونجيلاتور. كنت واخده 3 الانواع ديال هذا ديال غاستروميكس، ما خديتش فرماج احمر. عندي شي طريفات هكا في الكونجيلاتور صافي ما عاودتش خديته، لانه صراحه الثمن ديالو طالع. خديت انا هذا ديال اللي بالفرomاج روج، وخديت ديال الشيدار، وخديت البيتزاريلا ديال البيتزا، وعاود زدت هذه ان شاء الله باغا نقطعها هكا دي مورسو كنحتاجها في حويجات اخرين. هادو غادي نوريك هادو باش نحيدهم ونرجعهم للثلاجه. خديت هاد لا كريم فريش، هذه راه دائما كتشوفوها معايا في التقديه. هذه كريمه ديال الطبخ ضروريه. بالنسبه للاثمنه البنات غتلاقوهم في فيديوهات الاخرين. هذه تقريبا دايره شي 28 26 درهم. هذه الزبده ديال الاكل ها هي، هنايا عندي 2 كيلو. راكم عارفين كتحتاج في بزاف ديال الحويجات. هذه ب 70 درهم الكيلو، عاقله عليها. نشوف الحويجات غادي نرجعهم للكونجيلاتور، حيت هادو كانوا في الثلاجه. بالنسبه للزبده كنت حاطها في الكونجيلاتور. وهنايا عندي هاد القوام ديال دوك الكرات ديال الطاقه اللي كنديرهم انايا في بلاصه السلو. عندي زريعه ديال الكتان، هاد الزريعه ديال نوار الشمس كنحتاجها حتى في الخبيزات، وهذا كنبغيها تكون عندي زريعه ديال القرعه، الزبيب شي حاجه قيسه هنا، الزنجلان راه كيف شفتوها كنت واخدها غير بشي 43 ولا 40 درهم. هاد الزنجلان دابا راكم شفتوه شحال واصل. هذا راه الزنجلان بلدي لا شفتو، ها نتوما. كاوكاو ما عقلتش بشحال خديتو، كنت واخدها ب 30 درهم. هادي إلان، وهذا اللوز كنت واخداه ب شي حاجه و60 درهم، 62 اولا 64 باش كنت واخده هاد اللوز. وهنا الحمد لله موفراهم. كنت واخداهم من التقديات اللي فاتوا وتقديتهم بثمن رخيص. فبالنسبه لي الله بيجي تقدا دابا راه غادي نلقى هذا ب 70 درهم، راه واقيلا حتى الزنجلان هذا ب 80 درهم اللوز، والزنجلان واقيلا واش داير 70 درهم. يعني كتزيدوا عليكم واحد 10 درهم 20 درهم في الحاجه اللي غتقدري تزيدي بها وتشري بها الكماليات.
فهذا هو المبتغى من هاد الفيديوهات اللي بادينهم حنا منين حتى كنقول لكم تحضيرات رمضان. والاغلبيه كيقول زعما راه باقي بعيد رمضان علاش كتحضروا ليه من دابا، ولكن على هذا الحساب هذا لانه السلعه كتزاد في الاثمنه بزاف، والانسان باش ما حيد عليه هذا الشيء كينقص في الثمن، يعني كيكون واخد بثمن رخيص وكيوفر وحتى ما كيبقاش مضارب والزحام. فانا كنفضل هذا الشيء نبدا على تيساع. انا راه شعبان قبل ما يدخل شعبان هذا الشيء راه كان عندي كله واجد، غير ما صورت لكمش الفيديو. وكيف عرفتوا بالنسبه للتقديه راه في شهر جوج ما تقديتش، كنت خدمت غير داكشي اللي عندي هكا في ستوك وداكشي اللي عندي من الشهورين اللي فاتوا، والتقديه ما تقديتها حتى الاخر، حتى الاخر تاع شهر جوج عاد تقديت التقديه. وان شاء الله دابا في شهر 3 ما غاديش نتقدى نهائيا داكشي ديال الهري. كيف قلت لكم غادي يبقى لي غير داكشي، راكم عارفين الديسير كيكون زايد، ما كنحطش انا بزاف الانواع ديال الديسير في الكونجيلاتور. المهم ان شاء الله دابا نشرح لكم الطريقه ديالي بالنسبه للكونجيلاتور والسوق اللي دايره فيه. انا نرجع هادشي اللي خاصو يرجع للثلاجه ونكمل معكم ان شاء الله. صافي هنايا البنات عندي العسل هنا هذا معلف، حتى هو كنحتاجو مع زبيده هكا البطبوط. خديت هاد لادان فيمي، هذا راه فيه كيلو و50 غرام. خديت لانشون، هاد الفرomاج هذا لا هولنديز راه كيتستعمل في بزاف ديال الحشوات ضروري كناخذوه. خديت هنايا شوكولا باطوني راه كنتو شفتوهم معايا. خديت هاد الشوكولا كالا كحل، وهذا راه هاد الشوكولا هذا بالنسبه لهاد الشوكولا هذا والمشماش كنحتاجو حتى في الحلويات. ان شاء الله لبنا نصوبوا شي حليوه في العيد يكونوا عندنا ديجا كاينين، ما يحتاجوش نخرجوا عاد نتقداو. خديت هاد البسكوي هذا ديال ماريا راه كيجي على هاد الشكل، كانت بقات ليا هذه ديجا، هادو كنستعملوهم في التحليات ولي تشيز كيك. خديت هاد لي بودواغ عندي ديجا. بالنسبه للسكر راه عندي ديجا السكر، غير حطيت غير وحيده هنايا بغيت نجيب كلشي. مركز ديال الطماطم هذا ديال داليا، كنت اول مره غادي نشريه، خديت فيه هاد الصغيورين هادو، وحتى حتى عجبني عاد خديت هاد الكبيره هادي ب20 درهم. هنايا عندي الخل، السكر سريده حتى هو راه عندي جوج باكيات اخرين، يعني اللي استعملته في هذا الشيء راني استعملته، واللي ما استعملتوش غادي يبقى لي ان شاء الله في ستوك. خديت هاد السباغيتي هكا للبنات، راكم عارفين هما راه ما صايمينش ضروري ناخذوا لهم شي شويه داكشي اللي كيعجبهم. خديت هاد لي باط هادي ديال النجيمات، وهاد الحمصه هادو هما اللي كيعجبهم مع الحليب، لي باط الكبار مابقيتش كناخذهم. خديت هاد السفه، هاد الشعريه ديال السفه كنستعملها في الحريره، كتجي زوينه احسن من الشعريه الاخرى. بالنسبه للطون راكم عارفين كيتحتاج بزاف في رمضان. انا راه كيفاش كنت شاركت معكم منين متى هذه واحد 5 شهور كنت شريت هاد المهاجر وخديت هاد الصغيورين، كيجوني عمليا حسن، كتبقاي محتفظه بهم غير في البلاكار وفيما كتحتاجيهم كتهزيهم. انا تقريبا بحال مستعمله النص، عندي اكثر من النص. المهم اللي بقى لي هنا بقات لي شي 30 حبه ديال هذا الطون، وانا راه كنستعملو دائما في لي سالاد، وهذا راه باقي فيه مازال الخير، يعني يقدر يخرج ليا حتى رمضان. هو كتباع فيه 50 وحده. بالنسبه للزبده كنت واخده هذا الباك من مرجان، كان برومو، يعني نحاولوا الا بنا نقادو كارطون رمضان اولا ستوك نحاولوا نستغلوا لي برومو اللي كيكونوا. كنت واخده هادي 3، ما عقلتش على الثمن بالضبط، المهم كنت استعملت منها وحده وبقاو لي جوج. هادو كنبغيهم اكثريه بالنسبه ل باش نصاوب لي فون دو طارت ولا ديال الكيش، كيجو زوينين، كيجو عمليا. وراني خديت 5 كيلو ديال الزبده الاخرى النباتيه، راه كاينه عندي حتى هي في المجمد، راه كنت شاركتها معكم فاش وريتكم السطوك اللي درت في الزيت. كنت خديت الزيت 8 لتر، كنت خديت فيه جوج باكيات، يعني عندي ستوك ديجا. دابا راني محله وحده ديال 5 يطرو راني خدامه فيها ان شاء الله، يعني دابا خدمت فيها من الاخر تاع شهر جوج، وانا مكمله بها دابا وغادي نحضر بها التحضيرات. المهم اين فوا تسالي ليا غادي نخدم بهادي، هادي راه اكيد راه غادي يبقى ليا منها، ما يمكنش انا نستهلك 8 اطار كامله زائد الزيت الاخر كله في رمضان.
شنو اللي مازال ما وريتكمش هنايا. عندي هنايا سكر كلاصي، واخده هادو ديال نص كيلو، خديتهم هكذايا مسدودين باش نحل وحده تبقى ليا. نقدر نستعملهم هكذا في التحليات في رمضان، وحتى في بالنسبه الحلوه ان شاء الله. هنايا هادو كانوا عندي صراحه في ستوك، يعني قبل ما ترخص مطيشه كنت كناخذهم، وهما بقاو ليا. راه باقيين عندي جوج وحده اخرين، عندي 6. صافي نكمل معاكم. هنايا عندي سكر ديال الفاني، عندي فيه 3 ديال لي بواط، والخمارات حتى هما عندي فيهم 3. مع العلم ان راه كنت درت الستوك ديال الخمارات باش شاركت معكم بالستوك ديال الزيت. المهم الا بغيتو تشوفوا الاثمنه باش خديت ستوك ديال الخمارات وديال الزيت وديال الزبده، رجعوا الفيديو راه ماشي بعيد. هنايا هذا ديال نكهه ديال زهره البرتقال، خديت فيه غير وحده ما كنستعملوش بزاف. صافي عندي هنايا اتاي حبوب، ها هو عندي فيه 4. الشعريه الصينيه عندي هاد لابواط، وعندي هادو الصغيورين ديال 5 دراهم. معرفتش دابا الصراحه واش زاد الثمن ديالهم ولا. المهم انا هاد الكميه ديال الشعريه الصينيه ما شاء الله راها كافياني. السينده كيف قلت لكم راه عندي باقي فيها مازال شي وحده اخرى، باقي عندي هما عندي هنايا 2، وباقي عندي فيها شي وحده اخرى. الفان هادو الفلون كنت واخده ماشي باكيه ولا 2، لا كنت واخده 2 باكيات من هادو، يعني كل وحده فيها 6. لا فيها كتر، واقيلا فيها 9. والله ما عقلت واش واخده 2 ولا 3. المهم هادشي اللي بقى عندي هنايا هو 6 من 3 9 12 15. ولكن انا ما عرفتش نستعملهم كاملين صراحه، كافيين 15 16 كاع. ما عقلتش شحال كان عندي ديال هذا الفلون، حيت كيف قلت لكم هادشي راه مده وانا كنجمع فيه، ما حسيتش بيه حتى العدد ما عقلتش عليه. هادشي هنا بالنسبه لهاد الشامبينيون هادي والفطر. الشامبينيون الفطر المايس والشامبينيون. المايس كناخذ هذا، راه دائما كنشكروا لكم راه زوين، فاش كنلقاه ضروري كناخذو. وكان ديجا عندي هذا، عندي واقيلا شي 5 ها هما، عندي 5 و5 ديال الشامبينيون. الشامبينيون طري هو اللي باقي ليا، الا لقيتو طري غادي ناخذو. شامبينيون نوار حتى هو راه عندي. المهم راه شحال من حاجه صراحه كاينه عندي ما جبتهاش، انا خدمت معكم غير هادشي اللي كان عندي في الكرتونه. ها هي هاد سبوله حتى هما 4 راهم كافيين. داما ديال البنه، هذه ديال الكروفيت هكذا اللي بغينا نستعملوها في الشوربات. وخديت هذه ديال الزعفران، ديجا باقي عندي ديال البقري اولا ديال الدجاج اللي باقيين عندي في الثلاجه ديجا باديهم، ما كنستهلكهمش انا بزاف. صافي هادشي الاخر كله هنا وريتو لكم. دابا ندوزو هادشي ديال العبار. عندي هنايا الشوفان، خديت منه هاد المره 2 كيلو، حاطاه في البواطه وبقى فيه هادشي هو اللي حطيته معكم هنا. عندي هنا الروز الابيض، هما فيه 2 كيلو، هذا كان بقى ليا من الشهر اللي قبل. كيف قلت لكم هنايا الروز، هنايا السميده رقيقه، راه ديجا خديت فيها 5 كيلو ديال السميده رقيقه، وخديت 5 كيلو ديال الفينو. هنايا الروز كلاصي، وخديت هاد السيجاره حتى هو زوين، كان ديجا عندي هاد الروز بيض وزدت هذا. هنايا واخده نص كيلو ديال شنو كيقولوا ليه النشا مايزينا، ونص كيلو ديال لا كريم باتيسير، هادو خديتهم بالعبار. وهنايا نص كيلو ديال الكاكاو، راه ديجا شفتو معايا راه غزال كيجي في ليكيك كيعطي واحد المذاق رائع. وهنايا كيلو ديال العدس، وديجا عندي العدس. وبالنسبه للحمص كاين عندي مفزك ديجا في الكونجيلاتور. والله العظيم الا تلفت السلعه كتلف ما شاء الله، ما عرفتش شنو قلت لكم شنو اللي ما قلت لكمش. غنكمل معكم ان شاء الله السلعه الاخرى اللي كاينه. صافي بالنسبه للدقيق، هيا خديت هاد الفاسيه صراحه زوين، خديت فيه ديال 5 كيلو. وخديت ميمونه ديال 10 كيلو، راه نكون شاركتها معكم في التقديه ديال شهر، ديال الاخر ديال شهر 2. انايا التقديه ديال شهر 2 ما خديتها حتى الاخر كيف قلت لكم.
وها هو الفينو ما حليتوش هذا حيتاش ديجا كاين عندي، والسميده راه ديجا حليتها، وخديت القمح كومبلي هذاك خديناه من الطحانه، خديت عبره صافي. وباش ناخذ هكذا يكون عندي الدقيق بوحدو النخاله، وديك النخاله الرقيقه اللي كيقولوا الحمامر باش نقرص به حتى هو صافي. هذه هي السلعه كامله. بالنسبه للتمر راه ديجا كنشاركشو معكم من قبل، راني استفتو وقاديته حطيته في المجمد. وبالنسبه للفرماج حتى هو ديال الموزاريلا حتى هو حكيته وحطيته في المجمد. وان شاء الله حتى نشارك معكم ستوك ديال اللحوم والمركزات اللي شفتوني حضرتها هما راهم حاطين في المجمد. شنو اخر صافي، يعني هذا الشيء اللي كاين. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. هذا الشيء راه خير وبركه الحمد لله. ودابا داكشي اللي خاصني، كانت خاصني شي حاجه قليله اولا هذا راه غادي نتقداها بفلوس الهري ديال هذا الشهر هذا ان شاء الله. هذا الشيء وريت لكم البنات ماشي باش نقول لكم شوفوا انا شنو عندي ولا اشنو اللي مقديه، ولكن فقط باش نعطيكم تحفيز، باش نقول لكم البنات هذا الشيء انا تقديته راه ما حسيتش به، ما عطانيش واحد الضغط، وبالعكس هاد السلعه هادي معاوناني باش ان شاء الله الفلوس ديال الهري ديال هاد الشهر اللي كان نورمالمون غادي نتقدى بهم غير الاساسيات، وما كانش غادي نقدر ناخذ شحال من حاجه ثانوي، ماش ناخذ هاد الكميه كامله، يعني بقات عندي كامله باش ناخذ الحويجات الاخرين اللي مازال ما خديتش. وهاد السلعه هادي كامله خديتها بحسن التدبير ديالي، يعني الحمد لله. شاركت معكم هذا الشيء هذا باش اللي ما مامناش بهذه الفكره اولا كتجيها شي حاجه غير تخربيقه اولا كل واحد الفكره ديالو، نقول ليها بالعكس لا، هذا الشيء راه كيعاون بزاف. واللي ما درتهاش هذا العام ان شاء الله يجعلنا نبقاو على قيد الحياه. والعام الجاي ان شاء الله خدمتها هي على كرتونه ديال رمضان، ونبغيكم بلا رمضان دائما حاولوا الشهر ديالكم تقداو وخليو الستوك راه كينفع بزاف. انا راه نفعني في هذا الشهر جوج راني ما تقديتش الشهر كامل، كنت باغا نجر غير واحد 5 ايام ولا 10 ايام، بقيت كنقول اليوم غدا تقديت غير مسحوق ديال الماكينه سدالي الفوق فيها الملحه، ما قلت ما كاين لا شنو نوريها لكم. عندي حتى الملحه هانتوما هي بغات تبان، حطيتها فوق سدالي باش ما تبانش، ولكن هي بغات تبان. المهم بالنسبه حتى للتوابل ان شاء الله راه حتى هما راه مقدياهم. بالنسبه للصوص راني شاركتهم معكم كاملين، لي صوص اللي كيتحتاجوا راه كنت شاركتهم معكم في واحد الفيديو، ما قلت ما كاين لاش نعاودهم دابا. وصافي هذا ما كان كيف قلت لكم البنات اللي ما عمرها ما دارش هاد الكرتونه ديال رمضان ديرها، اللي ما امناش بالستوك ديرو راه كينفع. كيف قلت لكم انا بقيت خدامه غير بالسلعه اللي عندي، وتقديت غير المسحوق ديال الماكينه فقط، وكملت الشهر حتى الاخر ديال الشهر عاد تقديت التقديه اللي شفتوا معايا في الفيديو اللي قبل. وهي الحمد لله كرتون رمضان فيها بزاف تاع الاساسيات وفيها بزاف ديال الثانويات اللي غادي نحتاجهم ان شاء الله. نعاود نقول لكم عواشركم مباركه، دخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه، بالرزق والتيسير وطول العمر يا ربي. وان شاء الله نستقبلوا رمضان وحنا فرحانين لا فاقدين ولا مفقودين، ونكونوا مرتاحين لا نفسيا لا ماليا. نتلاقاو